السلام عليكم اخواتي، بغيت نشارك معكم هذا الفران ديال ويربول اون كاستري. السيستم ديالو كيفاش كيخدم وكيفاش بالاخص انك طيبي فيه الكيك. غنشارك معكم هاد الكيكه اللي غنطيب فيها. الكيكه غير كيكه واحده قسمها على جوج. هادشي تبان لكم صغيره حيت غندير فوقها فلون. داك الشاش خصها تكون تبقى رقيقه. قسمتها على جوج في هاد جوج مول ديال الدجاج. غنشارك معكم كيفاش غنطيبها و يعني كيفاش تخدموا به. انا دابا مسخنه على 180 درجه الفوق والتحت، ودابا من غادي نبغي ندخل الكيك. انا عندي وضع اوتوماتيكي في ويربول. كاين وضع اوتوماتيكي. الا ما كانش عندك وضع اوتوماتيكي غتديريه غتخليها على 180 درجه. انا ندير وضع اوتوماتيكي وغندير ندورها لبلاصه الكيك. هي هذه يعني غتبقى شاعله غير من التحت. الا ما كانتش عندك هذا الوضع الاوتوماتيكي وما عندكش هاد البلاصه ديال الكيك، يعني بالنسبه للفران اونكاستري الاخرين كاين ما كاينش فيهم هاد لي زوبسيون، يعني يمكن لك ديريه غير من التحت بوحدو. الكيكه غنخشيها هنايا في السكه الاولى، لا يعني في السكه الثانيه. ها هي كما كتشوفوا انا خشيت الكيكه ديالي غنسد عليها كما دابا. غنشرح لكم كيفاش تخدموا بهاد ويربول او اي فران اونكاستري، تقريبا تيكونوا كيتشابهوا. كاينه هذه هي الفوق والتحت. نبدا معكم اول حاجه هي الفوق والتحت، يعني كتشعل من الفوق والتحت بلا فرفاره. وكاينه حدا هذه، كاينه هاد الثانيه هذه يعني الفوق والتحت بالفرفاره. كاينه الثالثه يعني البيتزا او الكغاطا او اي حاجه كتحتاج انها طيب من التحت مزيان ومن الفوق غير تصهد. يعني اي حاجه درتيها شبيهه لهذا الشيء. هنايا نفس الحاجه غير هي كاينه الفرفاره. هنا الفوق بوحدو، هنا الفوق بالفرفاره، هنا اي حاجه بغيتيها طيب مزيان مثل اللحم الدجاج. هنا لتحت بوحدو. هنا بلاصه ديال الخبز، طيبي الخبز باغيت او بحال هكاك المعجن كيك. وهنا النيطوياج. بالنسبه للنيطوياج كيفاش تنيطويي هذا الفران ديال ويربول، كتحوليه لهاد البلاصه ديال النيطوياج هذه. يعني ما يمكنش نحول لكم حيت دابا انا شاعله الكيك ديالي. و كتحوليه ل 250 درجه. ها هي دايره لكم نفس العلامه اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنايا، يعني 250 درجه. وكتعمروا الحفره اللي كاينه في الفران لداخل. ما يمكنش نحل لكم على فرانين دايره الكيكه. واحد الحفيره كتعمريها بالماء لداخل وكتخليه صافي. كتخليه هو كيتنيطوي. هذاك الماء كيتبخر وكينقيه ليك مزيان وكيحيد لك اليدين. يعني من بعد كتمسحيه. فاش كاينه فيها هاد الشاشه ديال الاكرون كاينه هاد الاولى هذه كتشعلي فيها البوله ولا كتطفيها، والثانيه يعني الساعه ديال الريكلاج تريغلي شحال د الوقت اللي بغيتي تشي ديال المده ديال الطياب. هي كتفكرك مثلا درتي نص ساعه كتوصل نص ساعه كتفكرك، ولكن ماشي غادي يعني ماشي غتوصل نص ساعه وغيطفى لك على الفران. يعني بحال دابا مثلا بغيتي تخرجي تسوقي ديري على نص ساعه وبغيتي يطفى على داك المده، لا راه هو ما كيطفاش. هو فقط كيوصل داك الوقت اللي ريغلتيه وكيبقى يصوني. فيه الدجاجه الدخلانيه راها كتحيد. الا بغيتي تنيطواي يعني راه ساهله. ما يمكنش نحل لكم الفران دابا، راه ساهله كيفاش تحيدي الدجاجه وتنطوييه من الداخل، راه ماشي صعيب. وفيه جوج لاطات، فيه لاطه الاولى ولاطه الثانيه. دابا دايره غير لاطه وحده. وهو صراحه عملي بزاف وزوين. ما صراحه اللي غادي ياخدو راه ما غاديش يندم عليه. وبقاو معايا من غادي طيب هاد الكيكه ديالي غادي نشاركها معكم باش تشوفوها. بس ما قلت لكمش واحد الحاجه بالنسبه لتخمير الخبز. كديروا هاد الاولانيه ديال يشعليه من التحت ومن الفوق وكديروه وكتردوه لهنايا لهاد الاولى هذه قبل 60 صافي. وكتخليه وراه كيخمر لكم الخبز ديالكم. بالنسبه لهاد الوضع اوتوماتيكي ما شرحتوش مزيان. يعني ملي كديري الوضع ديال الكيك كترديه لهنايا الاوتوماتيكي ما دايره ليه انا دابا صافي. هو كياخذ لك الدرجه المناسبه للكيك ديالك. الخبز ايضا كتحوليه لهنا للخبز وكتخليه في الوضع الاوتوماتيكي. هو كيعطيك درجه الحراره المناسبه للخبز. يعني كتلعبي غير على هذا الشيء وكتخليه دائما في الوضع الاوتوماتيكي. هو كيعطيك الدرجه المناسبه ليه.
بالنسبه لانك باغا انت تحكمي في الحراره اللي بغيتي، راه يمكن لك يعني كتحوليه بالنسبه لك وكديريه مثلا في 180 درجه وكتوضعيه في وضع ديال الكيك كيما وضع انا دابا. يعني لك الاختيار. مثلا كاين اللي ما كيعرفش شنو اللي مناسب للكيك، شنو اللي مناسب للخبز، شنو اللي مناسب للبيتزا، كيخلي في الوضع الاوتوماتيك كيبقى احسن. هذا بالنسبه للفران ويربول. كاينين الفران اللي ما فيهمش هذا الوضع الاوتوماتيكي، يعني انت كديري الدرجه المناسبه لاي حاجه. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو الثمن، انا خديته ب 3200 درهم، يعني 64000 ريال. والاثمنه كتختلف من بلاصه لبلاصه. انا خديته من الدار البيضاء، من بلاصه بلاصه ديال كراج علال. و مؤخرا داروا فيه شي تخفيض في مرجان ب60000 ريال بالبوطه ديالته. انا كاع ما شفت هذا التخفيض هذا. يعني نتوما بزهرك تقدر تلقاو قل من هذا الثمن، تقدر تلقاو اكثر حسب المكان وحسب البلاصه فين نتوما كاينين. نجي الكيك ديالي بعد ما كنظن انه طاب. قلبوا بواحد الموس. كما كتشوفوا راه طاب. بالنسبه للحفره اللي قلت لكم عليها قبيله كتعمروها بالماء باش تنيطويو الفران، هي هاد الحفيره هذه كتعمروها بالماء وصافي. كديروها لهذا الوضع كما قلت لكم قبيله، هذا الوضع هذا وصافي. كديروها في 250 درجه كتسدوا الفران وكتخليوه راه كيولي نقي. كي كديري بعد ما طابوا راكم شفتوهم يعني صغار في الحجم. كي كديري كما شفتوهم ها هما راهم صغار في الحجم، يعني حيت كي كنقسمها على جوج باش ندير فلون فوقهم، ولكن راهم طابوا وتنفخوا اكثر من الحجم اللي انا باغا. هادو هما جوج لاطات، راهم فيهم جوج لاطات. وغنسقيها بقهوه سريعه ديال الذوبان. بالنسبه لهاد الكريمه ديالي كندير فوق الكيك، فهو فقط كندير الحليب والفلون ديال الشوكولات والكاكاو المر والسكر فقط، وكنخليهم فوق النار هادئه حتى يولي الخليط عندي بحال هكا، يعني كيغلى وانا كنحرك حتى كيعقد عندي الخليط. وكنديرو فوق الكيك ديالي. صافي كنضيفو بحال هكا فوق الكيك ديالي بهاد الطريقه وتنخليه يبرد.